السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله زينين. وياكم سجاد المدريدي. طبعا غيرت شو اسمه اسم قناتي. طبعا شباب اليوم جايب لكم معلومات شلون تاخذ الصوف وتوكل الحيوانات. طبعا بس خليه يحمل سيرفر، يسوي لي سيرفر نكر مع ملاحظة. أول شي المعلومة الأولى، أول شي كيف تصبغ تحكم من وحدة. أول شي كيف تصبغ الحيوانات، هاي أسهل شي كيف تصبغ، أقصد الخروف. هو الخروف اللي يصبغ، تجيب خروف وتروح مثلا تجيب أي لون، ذني الألوان دي مثلا يا لون تحبه أحمر، هذا اللون الأحمر جيب هذا ظل دايس عليه. أول شي تتلون. ثانيا كيف تلون الدروع الجلد. أول شي تاخذ دروع الجلد، تاخذ هذا اللون الأسود، وتاخذ دائما ماي، وتاخذ وياه شردنا بعد شو نريد، نسيت. أي لون تحبه، أي لون. مثلا أنا أريد لون أحمر، تخلي ماء واتر، تخلي اللون انت تريده، أي لون انت تريده. بعدين تجيب الدروع، بعدين تتلون اللون أحمر أي لون. هاي المعلومة الثانية. حتى تبي إذا تريد تلبسها. المعلومة الثالثة كيف شو اسمه توكل الدجاج. طبعا الدجاج تتوكل بالسيد، وهذا السيد توكل الدجاج. ثانيا أقصد رابعا كيف توكل الخروف والبقر. طبعا يتوكلون هذا هيجي شوي يشبه العشب، الحشيش. نجيب مثلا هذا، نجيب هاي، خلينا الحين. لا هذا كلب وانا اريد هذا شو اسمه. حتى اذا تريد يبيك تلون كلبك، يبي اذا تريد اعلمك شلون تصبغ الكلب. اول شي يراد لك شو اسمه هذا، شنو مال الكلب نسيته، مال الكلب دقيقة. اول شي يراد يولو، هاي مثل الباذنجان. نسيتها طبعا الطريقة شباب، بعرفها بس والله ناسيها، بس بعدين اقول لكم اياها من نتذكرها. هذا مثلا جيب شب، هذا الشب خلي الشب، جيب هذا اثنيناتهم جوا، اثنيناتهم ياكلون فيد، وذاك هم ياكل، وذاك هم تبي توكله. مثلا تجيب بقرة كبيرة، لا كيف لها الكلب، جيب هذا طبعا هسه وكلته. المعلومة ما ادري كم، المعلومة السادسة اتوقع، اي نعم السادسة، كيف توكل الخنزير. طبعا الخنزير هذا الخنزير يتوكل بالجزار، اكو نصكم ما يعرفون يتوكل بالجزار. جيب خنزير توكل جيب، بس جيب لازم كبير والله. هذا زيد توكل. هسه شو اسمه المعلومة السابعة، تجيب شب، تجيب هاي، تجيب هذا مثلا الخروف كبير شوي كبير، مثلا تعال وين طاير، دوس له هذا خليط ملاته،
بعدين هو ياكل يصير عنده ياكل هو يصير عنده خوف. طبعا هذا يفيدك هواي. طبعا هذا شو اسمه السالفة مع الخروف. هسه مثلا نسوي الخروف لون احمر وش اسمه سويناه هسه لون احمر. اذا يعجبك تاخذ صوف احمر بعدين يحكي واخذت هسه لون احمر. شو اسمه المعلومة ما ادري كم كيف تصنع شو اسمه الرجل الحديدي. تجيب حديد والرجل الثلجي هم راح اسوي بسرعة. والرجل شو اسمه الثلجي تجيب الثلج تجيب القناع تسوي اثنين تسوي هيك تخلي هنا راسه صار الرجل الثلجي حتى يعني يحميك اذا تخلي مثلا وحش يحميك مثلا هيجي. هذا الرجل الحديدي صار مثلا نخلي الزومبي. شوف القوة مالتهم زومبيز مثلا سوي وحش مو الا زومبي بس ما ادري ايش بيه شو مدى يخليه زومبي ما يقدر ينخل ما ادري ليش بس يعني غير وحش ما يصير ساي وحش مثلا خليه هذا يحميك. والبوابة النذر كيف تسويها؟ أول شي تحتاج أكسيديوم وتحتاج ثاني شي الولاعة. تحفر 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 كثير ما ادري بيه. واو طب بوابة النذر فتحت بوابة النذر طبلت لها. بوابة النذر صار قدامكم واتمنى استفادتوا من المعلومات كيف تسوي بوابة النذر والوحش الحديدي وتسوي الحيوانات تاخذ الصوف وكيف توكلهن والرجل الثلجي والرجل الحديدي. أتمنى وبوابة النذر. أتمنى يعجبكم الفيديو. أتمنى هم توصلوني 50 مشترك على مود ينشر لكم قرية مال كلاش رويال الساحة 8. وكان معاكم أخوكم سجاد المدريدي. وإن شاء الله ينال إعجابكم. اعطوني لايك اعطوني كومنت اعطوني سبسكرايب اشتراك. كان معاكم سجاد المدريدي وبعد سلامة.